السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الجمال والحلاوه في وقته. حاله حلوه قوي. ناكله كده بعد الفطار. تحفه يا جماعه. شايفين الرز طالع كريمي وطري وفي نفس الوقت مليان كده عصاره جواه حلوه قوي. الرز دايبه بجد حلوه قوي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. لا بجد حلوة، يعني بصراحة حلوة قوي. انا جبت كوبايتين رز. غسلتهم كويس ونقعتهم شوية. الخطوة دي مهمة. بتسيبي الرز بعد ما بتغسليه وتصفيه عادي. تسيبيه بقى شوية كده. بعدين تجيبي تفضيه في الحلة بتاعتك زي ما انا عملت كده. هحط عليه مية سخنة بتغلي، وهدي النار واسيبه بقى يشرب المية اللي انا حطيتها. خلاص. عبال ما نخلص الرز يتشرب المية، هجيب بولة احط فيها كيسين جيلي مانجا. تمام كده. هحط عليهم معلقتين 3 سكر عشان الجيلي بيبقى مزز شوية. خلاص. هنحط كوباية مية سخنة من الكاتل اهي، كوباية وربع كده، وعليها نص كوباية مية متلجة ونص كوباية مية متلجة. يبقى حطيت، هو المفروض الكيس بياخد كوبايتين، لا انا هحط كوبايتين بس على الكيسين. خلاص اهو. حطيت بس ما بانتش المية الساقعة. يبقى حطيت نص مية متلجة وكوباية ونص مية سخنة. لازم عشان تدوب لك الجيلي، لان الجيلي من الحاجات اللي بتاخد وقت عبال ما بيدوب. اهو الرز بيتشرب، لسه مشربش، هسيبه كمان شوية كمان. لازم يشرب المية كلها، ولازم تحطي عليه مية سخنة، ما تحطيش مية باردة. اهو. وتهدي النار عليه عشان ما يشطش من تحت. اهو. زي ما انت شايفه كده. لازم يبقى معاكي بالشكل ده، تحسي ان هو معجن وفي نفس الوقت بيبقلل كده. عندي اللبن، ما تغليش اللبن، حطيه من عند يعني من عند حد تكوني ضامناه كويس. اللبن يكون دسم كده وتقيل. حطيه من غير ما تغليه. الخطوه دي مهمه جدا، بيخلي لك اللبن، الرز بلبن حلو قوي. معلقتين 3 قشطه. يعني انا كان عندي لبن كمان غالياه، خدت القشطه بتاعته اهو. هنحط القشطه بتاعتنا. بجد طعمه حلو قوي. وبصي حكايه. هنسيبهم بس يغلوا غلوه بسيطه. نحط السكر، طبعا التحليه اللي انت عاوزاها اهو. يعني انا حطيت التحليه اللي انا بحبها، انا بحب السكر الرز محلي جدا. هحط معلقتين كبار نشا على شويه اللبن برضو. انا حطيت على كوبايتين الرز كيلو ونص لبن. يبقى انا حطيت على الكوبايتين الرز المج العادي بتاعنا كيلو ونص لبن. هحط شويه فانيليا، وحطيت معلقتين قشطه، وحطيت معلقتين نشا، والسكر بتاعنا. هنقلب كويس بقى. الخطوه دي مهمه بقى، ان انت تفضلي تقلبي عشان كل المكونات تدخل في بعض، بس نارك تكون هاديه. ده بيخلي لك الرز داخل في بعضه كده، وتحسي ان كله مع بعضه، مفيش حاجه يعني، ما بيفصلش معاكي خالص. اهو شايفه عامل ازاي. بعد ما يغلي تسيبيه يغلي شويه حلوين. لازم الخطوه دي. شايفه عامل ازاي؟ بجد حلو قوي يا جماعه. جربوه بطريقتي. يعني بعد ما تغسلي الرز، هقولها لك تاني، تغسلي الرز وتسيبيه شويه حوالي نص ساعه. خلاص. تروحي حاطاه في الحله ونازله عليه بميه بتغلي. يعني مثلا انا حطيت كوبايتين رز، هحط عليهم 4 كوبايات ميه من الكاتل. ههدي النار واسيبهم يتشربوا الميه دي خالص. اتشربوا الميه بتاعتك، ابتدي بقى حطي الاضافات بتاعتك. حطي اللبن، حطي السكر، حطي النشا، بصي حطي اضافاتك بقى كلها. خلاص. هنبتدي نغرف كده على طول. اول ما نطلعه من على النار نغرف. الخطوه دي برضو مهمه، نغرف في اطباقنا. عملوا لي كميه حلوه قوي. الكوبايتين الرز عملوا لي كميه كويسه جدا زي ما انت شايفه. والباقي بحطه في علبه واحطه في التلاجة واغطيه. يقعد بقى معاكي بصي اسبوع كامل من غير ما يبوظ ولا ينشف، يبقى كأنك لسه عاملاه. انا على طول بعمل كده. هسيب الرز يهدى، لازم الخطوه دي مهمه. اسيب الرز يبرد خالص ويتماسك. هكون جايبه مانجا مقطعاها، طبعا من اللي مفرزينها في الفريزر. هحط طبقه مانجا، وبعدين اروح حاطه عليها طبقه الجيلي. خلاص. الخطوه دي مهمه. الجيلي بتاعك لازم برضو يبقى بارد خالص. ما ينفعش تحطي الجيلي وهو سخن، لا خالص، هيبوظ منك. الجيلي يبرد، الرز بلبن يبرد، تضيفي عليه المانجا، الجيلي يكون بارد، تروحي ضايفه الجيلي.
الخطوات دي مهمة جدا عشان يطلع متماسك ومن غير ما يعمل لك طبقة مية. تمام. خلاص كده حطينا طبقة المانجا بتاعتنا اهو. فاحنا دلوقتي الجيلي بتاعنا عملناه وسيبناه يبرد. هيبرد مع الرز، يعني انت سايبه الرز يبرد، الجيلي برضو هيبقى بارد. تسيبهم تعملي الاتنين مع بعض وتسيبهم بقى يبردوا حوالي ساعة، ساعة ونص. بس هو الجو دلوقتي كويس، هيبردوا على طول مش هيطولوا يعني. خلاص كده طبقة مانجا حلوة قوي اهي. تمام. هنضيف دلوقتي الجيلي، وطبعا هنسيبهم نحطهم بره يهدوا شوية وبعدين نحطهم في التلاجة. خلاص طبقة جيلي حلوة كده بجد. الميكس الاتنين مع بعض حلوين قوي، يعني ميكس المانجا مع الرز بلبن حكاية، لازم تجربوها. اهو هنضيف الجيلي بتاعنا كله. الجيلي هيمسك كده المانجا، كمان شكله بيبقى حلو قوي، يعني بتبقى مبسوطة كده وانتي ماسكاه ومطلعاه، لا بيبقى حلو بصراحة. خلصت كده اللي انا عملتهم اهو. طبعا الغرف براحتك، عايزة تحطي حاجة تاني، عاوزة تقليلي براحتك خالص. بس هو الميكس حلو. الجيلي معايا زاد فحطيته في كوبايات. عملت لهم جيلي كمان اهو مانجا على جنب. الرز بلبن لما بتحطي له اضافات تانية بيبقى حلو بصراحة، والسادة بيبقى حلو برضو، يعني احنا بنغير بس عشان الولاد يفرحوا واحنا كمان نفرح، بيبقى شكلهم حلو. خلاص كده نسيبهم بقى يهدوا خالص وبعدين نحطهم في التلاجة. شايفين الجمال اهو من غير مانجا كمان. عملت طبقة جيلي بس على الرز من غير مانجا. نحطهم في التلاجة واوريكي بعد ما يطلعوا من التلاجة طعمهم وشكلهم حلو جدا اهو، ما شاء الله يعني بجد حلوة قوي. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وبألف هنا ومع السلامة.